هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. رجعت لكم هذا الفيديو، اتمنى يعجبكم، واذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد انا انزله. هنا مثل ما جاي تشوفون تحضيرات ومسواق رمضان. اكيد كل البيوت العراقية بدأت تتحضر. فهنا مثل ما شوفتكم تسوق ابونا، مثل ما تشوفون جاب دجاج ويعني المستلزمات اللي انا احتاجهن او كل بيت عراقي يحتاجهن. فالمهم كتبت له انا قائمة هسه دا شاف الفيديو هو يقول مو قائمة ضيل. فكتبت له الاشياء اللي احتاجهن. هنا مثل ما تشوفون عصير وكاستر ونشا، وهذا كاكاو وخل أبيض وعصير نمو بصرة، وهذا عندي سميد أسوي لكم بيه وصفات إن شاء الله. بس الله يكون يعطيني الصحة والعافية لأن كلش تعبانة، خاصة هاي الأيام تو سويت تفريزات. فهنا جاي أشوفكم المسواق، بهارات ولحم مثروم ولحم أكيد هذا راح أقسمه وشبزي وهاي السوالف، يعني الأشياء اللي أحتاجهن. المهم وهنا بناتي أكيد قاعدات يمي بالمطبخ مشاركاتني بكل شي. وهذا عندي روبة، وهذا العصير كلش طيب، وأجبان. مثل ما جاي تشوفون مخضر عندي همين طماطة وبوتيتة وباقلة، أكيد باقلة الخضرة هذه نزلت، وباذنجان، يعني خوش مسواق، وبصل. وهنا عندي برتقال وليمون، هذا الليمون للضغط شوف شلون الليمون حلو. وهنا عندي لهانة وحليب هذا الليان وتايت، هذا التايت ريحته كلش حلوة. وهنا نسيت لبن. وهاي آخر وجبة من السواق. وهنا جيت أشوفكم جبن موزاريلا مطلعته ومطلعة ورق سمبوسة، لأن عندي هواي أشياء أريد أسويهن. فهنا جيت خليت اللحم المثروم وخليت البصل وخليت ينحم سوا، وهنا سويت التمن. أكيد راح أسوي كبة، أنا كبة ما صورتها بكل التفاصيل لأن مسويتها وياكم بالقناة. وهنا هم جريش وبرغل جيت نقعتهم. وهنا استوت عندي الحشوة، وبعد ما استوت التمن وعجنته جيت هنا أشكلها. هنا بديت أشكل وجاي أشوفكم. وهنا لا تردون التعب يقرأ ألف، يعني صدق تعبت، بس يعني سويت كمية مو كلش هواي ولا شوي، بس الحمد لله تفيدني. المهم انها بعد ما خلصت نظفت البيت مثل ما جاي تشوفون، ما يعني صورت لكم لان كلش تعبانة ما قدرت. بس هنا من خلصت قلت خل اخذ لكم كم لقطة. غسلته وسويته المعلمة، ما ظل شي ما سويته، على مود قلت افرغ وما يظل عندي اي شي. هنا اخر شي جيت شغلت هذا البخور، بخور ايراني بنات، ريحته كلش حلوة. وهنا جيت ابخر بيه البيت، يعني ريحته عجبتني كلش حلوة. يجي هيك شلون الباكيت وتجي وياه هذي، يعني يتخلى بيها البخور. المهم هنا اجيت اخر شي قعدت تعبت. جيت البس الوجوه مال مخاد، هذه وجوه جدة جابهن مفطومة. يعني الوانهن فاتحة وصيفية حلوة هيج. هنا بعد ما لبستهن اجيت اخلي المخاط كله مكانه، على مود اشوفكم ايش راح اسوي.
وهذا الشكل النهائي. وأكيد بعدنا ما خلصنا، بعد الشغل مستمر. هنا اجيت اشوفكم الاشياء اللي انا اشتريتهن. وشوفوا هذا الميز، راح تشوفونه هسه واشوفكم اياه بعدين شلون راح اسوي. وهذه الاشياء اللي جابهن الي ابو فطومة. فهنا راح اشوفكم الاشياء اللي اشتريناهن. هذه هو جابها الي. فهنا اجيت شنو خليت لها مبخرة، هي هاي كلش حلوة مال رمضان. جيت خليت لها سيليفون على مشان من اخلي الفحم ما تتلف او تصير هيك مثل السواد بيها. فخليت لها سيليفون. وهذه هم جابها لي خطية. ومشكور، الله يعطيك الصحة والعافية. كلش عجبتني، كلش حلوة. مال ستاند مال القرآن. وهنا جيت اشوفكم اشياء رمضان. هذه الصينية. وهذه سفرة مال اكل، يعني ما فتحتها كلش بس جاي اشوفكم لقطات. ان شاء الله برمضان من اسوي اكل واخلي عليها اشوفكم اياها شكلها كامل. وهذا الجلاد راح اشوفكم وين اخليه. وهذا الشموع اكيد عرفتوا هذا المن، يعني ركن الرمضاني. فهنا جهزت لي هاي اول سنة انا اسوي ركن رمضاني. هو مو كلش فخم، بسيط بس حبيته، انا كلش حبيته. هنا جاي اشوفكم الاسعار. هذه الوحدة على 1000. وهذا كلش حلوات عجبني، صح صغار بس كلش حلوات عجبني. وهذا هم يعني في شكلهن كلش لطيف. ب1500 سعرهن مكتوب الوحدة ب1500. وهذه الفوانيس شكلهن لطيف. وهسه بعد ما ارتبهن اشوفكم شكلهن النهائي. راح يطلع شكلهن كلش حلو. وهذا مشترياتي البسيطة، حبيت اشوفكم اياها. وهنا هسه يلا نجي نسوي. جبت الجلاد وخليته عندي هذا الميز. شكله شلون الزاوية، فاجيت خليته هنا وقلت خل اسوي عليه ركن رمضاني. وهنا بعد ما صفطتهن شوفوا شكلهن. وطونا رأيكم، كتبولي بالتعليقات عجبكم لو لا. يعني شكله النهائي. وانا بالنسبة لي حبيته، يعني ركن متواضع وبسيط رغم بساطته بس انا حبيته. وانتم اذا عجبكم كتبولي بالتعليقات وطونا رأيكم. اتمنى يعجبكم. وهنا اجيت سويت على العشاء معكرونية بالبشاميل. فما صورت الطريقة. قلت اذا طلعت طيبة اسوي لكم مرة ثانية واصورها. وهنا بعد ما طلعتها من الفرن صار طعمها كلش طيب بنات. اذا سويتها مرة ثانية اصورها لكم وانزل الطريقة. وهنا اخر شي غرفتي هم رتبتها وبدلت الشراشف ووجوهم خادم مال رمضان. وهذا شكلها النهائي. واتمنى تعجبكم. وهنا اقول لكم فيديونا ما ظل شي ويخلص. فالتقيكم في فيديو قادم. مع الف سلامة. باي باي.